السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. موضوعنا هذا اليوم عن مجالس الذكر، وخاصة مجالس الذكر في رمضان. خليكم معنا لآخر الفيديو لأن هنالك كلمات جميلة يجب أن تسمعونها. وماذا قال الله سبحانه وتعالى عن مجالس الذكر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على رسول الله. إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم وهو أعلم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ يقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوا الجنة؟ قال: يقول: وهل رأوها؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فبما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. قال الله سبحانه وتعالى: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، أي الملائكة، وحف بهم بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يتلوون ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال سبحانه وتعالى: قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، أي الملائكة يقولون يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجبرونك. قال: وهم يستجبروني؟ قالوا: من نارك يا رب العالمين. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطأ إنما مر، فجلس معهم. فيقول: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا حديث صحيح
متفق عليه. أيها الكرام، أيها السادة، نستفيد من هذا الحديث النبوي الشريف وهو حديث قدسي ما يلي: فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك. ثانيا، جليس الذاكرين الصالحين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. محبة الملائكة بني آدم واعتنائهم بهم. السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه: من المسؤول؟ لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره. الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن والدعاء وتلاوة الحديث ودراسة العلم الشرعي. بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرة في دار الدنيا. جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به. اشتملت الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات ما لا يخطر على قلب بشر. أيها الأخوة والأخوات، ما صفة المؤمنين الأولى؟ أنهم يؤمنون بالغيب، لم يروا الله عز وجل ولكن الكون دلهم عليه. آمنوا بالله غيبا، لم يروا الجنة ولكن الله أخبرهم عنها، فآمنوا بها. لم يروا النار ولكنهم آمنوا بها ولكن الله أخبرهم عنها، فآمنوا بها. كلما هبط المخلوق تعامل بحواسه، وكلما ارتقى تعامل بعقله. العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. الكافر يعيش لحظة، يعيش ببيئته، يعيش واقعا. الكافر يعيش لحظته والمؤمن يبحث عما بعد الموت. لذلك الله جل جلاله خلق في الإنسان نقاط ضعف لصالحه. خلقه عجولا، فالإنسان يحسب طبعه يحب الشيء العاجل، يحب الذي أمامه، يحب المتعة التي أمامه، يحب المال الذي يأخذه بحق أو بغير حق، يحب اقتناص اللذة الفورية. بينما المؤمن يرجع حاجته إلى ما بعد الموت. آمن بالغيب، كل شيء في الدنيا يدعوك إليها، ومع ذلك نجد المؤمن معرضا عنها. وكل شيء في الآخرة يحتاج إلى جهد، إلى كلفة. لماذا سمي التكليف تكليفا؟ لأنه ذو كلفة. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين يؤمنون بالغيب. تصوروا أن راكب دراجة يمشي على طريق مستوية، ثم واجه طريقين: الأولى طريق صاعد والثاني طريق هابط، وراكب الدراجة يمنعه ويريحه أن يسلك الطريق الهابط، بل أن الطريق الهابط معبد ومحفف بالأشجار والأزهار، والطريق الصاعد فضلا عن أنه صاعد ومتعب لكن فيه حفر وفيه أكمات وفيه تراب. طبع الراكب الدراجة يقتضي أن يسلك الطريق الهابط. الطبع كل شيء في البيئة يدعوه أن يسلك الطريق الهابط، وكل شيء في البيئة يدعوه إلى الانصراف عن الطريق الصاعد. كتبت لوحة عند مفترق الطريقين: هذا طريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة تلتهم من يقع فيها، وهذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف هو لمن دخلوا. هذه اللوحة ما فيها يدعوك إلى أن تتخذ قرارا معاكسا، يدعوك إلى أن تتخذ القرار المناسب، إلى أن تنتهي بما هو مكتوب لك، وأن تدع الطريق الهابطة. هذه القضية كلها. فالكافر يعيش لحظته، يعيش وقته، يعيش الشهوات التي أودعت فيه، يعيش المكاسب التي بين يديه. والمؤمن يبحث عن ما بعد الموت. من هنا أن أكيسكم أشدكم للموت ذكرى، وأحرمكم أشدكم استعدادا له. ألا وأن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود
للسكن القبور والتأهب ليوم النشور. أيها السادة، أيها الكرام، أيها الأخوة، أيها الأخوات، كان هذا الفيديو بتاع اليوم لمجالس الذكر، وكيف أن المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه الجنة، والكافر يطلب النار وهو لا يعرف أنه يطلب النار، ولكنه يطلب الدنيا وملذاتها وحبه وشهواته، كل ما يتملك بجسمه وبأحاسيسه. ولكن المؤمن سبحان الله سبحان الله يطلب دائما الرحمة والمغفرة من الله. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا وتقبل منا الصيام والصلاة والدعاء. كل عام وأنتم بألف خير. كان معكم أخوكم الإعلام عماد زيد من فلسطين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك والتعليق تحت الفيديو. إن شاء الله لنا موعد آخر في فيديو آخر عن النار، عن أبواب النار السبعة وما هي مسمياتها وما هم الناس الذين يعذبون بها. كان معكم أخوكم عماد زيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.